تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبتدئ بإذن الله تبارك وتعالى أولى حلقاتنا ما بعد عيد الفطر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية. ومع برنامج معا ننهض ستكون الحلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى تحت عنوان النهضة والتصورات. وقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن تعريفنا للنهضة من حيث المفهوم، وتحدثنا عن منظومة من المفاهيم المرتبطة بالنهضة وتتلاقى معها إما جزئيا وإما كليا، وقد تفترق معها في بعض الجوانب، ولكن كان الهم في كل ذلك أن نصل إلى مفهوم جامع مانع فيما يتعلق بما نريد أن نصل إليه حول مفهوم حركة الإنسان القاصدة إلى الله سبحانه وتعالى والمستخلفة في الأرض والمحققة للعمران البشري. قبل أن ندخل في موضوع مقومات التصور الإسلامي أو خصائص هذا التصور الإسلامي لما يمكن أن نسميه نهضة في هذا الوجود، لا بد أن نؤكد بأن أي نهضة أيا كانت، سواء كانت نهضة إسلامية أو نهضة وضعية قائمة على أي رؤى من الأفكار والأطروحات، لا بد أن نؤكد بأن أي نهضة تتطلب رؤية وتصور، ولا يمكن أن نتصور بأن هنالك إمكانية لحشد طاقات القوى البشرية في جماعة ما أو في قطر ما أو في أمة ما دون أن تمتلك هذه الأمة أو هذا الشعب أو هذه الجماعة أو حتى هذا الفرد دون أن يمتلك رؤية كلية، ودون أن يكون له تصور يريد أن يتحرك وفقه، ودون أيضا أن تنبع من هذه الرؤية وهذا التصور ما يمكن أن نسميه بالنظريات العملية في مختلف جوانب الحياة، وتنبع من هذه النظريات ما يمكن أن نسميه بمشاريع العمل التي تنبع من الأهداف الكلية للمشاريع، ثم نأتي أخيرا إلى ما يمكن أن يسمى بالخطط اليومية للإنسان أو للمجتمع أو للدولة. ولسنا حقيقة بصدد التفاصيل الكثيرة في هذا الاتجاه، ولكن نريد أن نؤكد على أن أي حضارة أو أي نهضة أو أي أمة تتحرك تحتاج إلى رؤية حول ماذا؟ تحتاج رؤية حول هذا الكون الذي نعيش فيه، هذا العالم المخلوق من سماوات ومن أرض ومن إنسان ومن طبيعة مبثوثة ومن منافع ومن ملذات ومن متع ومن عنصر الزمن الذي نتحرك فيه، ومن تعريف الإنسان لكينونته وذاته، ومن تعريفه لمن حوله، ومن أيضا تصور هذا الإنسان لقضية الوجود الغيبي ما وراء هذه الطبيعة، بمعنى هل هنالك فعلا وجود غيبي يمثل حقيقة
بالنسبة للإنسان أم أنه ليس هنالك وجود حقيقي غيبي. ولما نتكلم بطبيعة الحال عن وجود الغيبي أي ما وراء هذه الطبيعة، بطبيعة الحال سيكون الحديث عن الإله والرب والملك الذي يدير دفة هذا الكون، وموقف هذا الإنسان منه في تصوره للنهضة. هذه المسألة الوجودية التي تحدد علاقة هذا الإنسان بذاته وبطبيعة الكون من حوله وببني البشر من حوله، ويحدد طبيعة العلاقات الكلية في هذه الأرض وهذا الوجود، ويحدد كذلك تصور هذا الإنسان لما وراء هذه الطبيعة التي لا يمتلك الآن أدوات النظر إليها أو بصره ونظره لا يمكنه، ولكن يمكن أن يتعرف على ما وراء ذلك بأدوات مختلفة غير ما يمكن أن نسميه بالنظر. هذه المسائل إذا لم يكن هنالك تصور عنها، وهي ما يسميه العلماء التصور الكلي للوجود، لأن كل ما نسميه الآن من مشاريع ومن نهضة هو عبارة عن مظهر من مظاهر هذه التصورات، مظهر من مظاهر هذه التصورات. ولذلك العلامة ابن القيم عليه رحمة الله لما قال مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، يعني أي فكر أو أي تصور أو أي حركة إرادية للإنسان لا يمكن إلا أن تكون لها خواطر مسبقة وتصورات مسبقة وأفكار مسبقة هي التي تترجم بعد ذلك إلى سلوك عملي للإنسان. ثم يقول هذه الأفكار، هذه الخواطر إذا تبلورت في صورة أفكار ناضجة تحول إلى تصورات، هذه التصورات تنبع بعد ذلك في داخل النفس البشرية لتتحول إلى من خلال الإرادة الإنسانية تتحول إلى سلوك وإلى فعل. فتبدأ المسألة خواطر عادية جدا في الإنسان تبلور في صورة أفكار، الأفكار تتحول إلى تصورات، التصورات تصاحبها إرادة وعزيمة إنسانية لتترجمها بعيدا عن السلوك، بعيدا عن الذهن والعقل، إلى ما يمكن أن نسميه أو يسميه الفلاسفة بالتصديق، أي مرحلة التصورات تعقبها مرحلة التصديق. مرحلة التصديق لا بد أن تسبقها إرادة، والتصديق هو كيف تحول التصورات إلى سلوك عملي في واقع الأرض لتترجم هذه الأفكار الذهنية، تترجم في أرض الواقع عبارة عن حيثيات وأفعال على الأرض. هذه باختصار ما نريد أن نصل إليه في مسألة أنه لا بد من تصور. هذا التصور هو الذي يؤدي بنا في نهاية المطاف إلى مشروع، ويؤدي بنا إلى نهضة على الأرض، كما قال يوسف عليه السلام وهو يتكلم عن رؤيته في نهاية المطاف وما آلت إليه، وهو يحدث والده يعقوب عليه السلام يقول هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فهذه الرؤيا كانت صورة ذهنية عبارة عن حالة منامية ذهنية مستصحبة في الذهن، لكن تحولت مع الأفعال ومع السلوك الذي بدأ من لحظة تآمر إخوانه عليه، تحولت هذه الرؤية إلى واقع عملي ليتحول يوسف عليه السلام إلى عزيز مصر. إذن قد جعلها ربي حقا. إذن كيف تتحول التصورات إلى واقع وحقائق؟ من خلال السلوك والإرادة، من خلال الإرادة العملية والسلوك الإنسان الذي يترجمها على الأرض. وبالتالي يمكن أن نقول بأن أي شعب يتحرك بلا رؤية ويتحرك بلا تصور لذاته، أولا من هو هذا الإنسان؟ وهذه طبعا المسألة مهمة جدا، وخاصة نحن في شعب يعاني من استبداد، يعاني من تهميش، يعاني من تذويب الهوية، يعاني من إشكالات كبرى فيما يتعلق بطبيعة النظام السياسي القائم في بلادنا. اعتقد هذه المسألة إذا لم يستطع الشعب أن يبلور الرؤية ويبلور على الأقل تعريف لذاته وتعريف لماهيته وتعريف لكيفية حركته في إطار الحياة العامة، فإنه لن يصل إلى نتائج، أو أنه سيصل إلى نتائج غير مرجوة له، أو يرضى بكل نتيجة يمكن أن يصل إليها، أو أنه سيكون منساقا لرؤية الآخرين. فمن لم يكن له رؤية ولم يكن له مشروع ولم تكن له نظرية واضحة يستطيع من خلالها أن يعبر عن ذاته،
فإنه بطبيعة الحال سيرضى من نتائج الآخرين. وهذا للأسف الشديد حصاد كثير من نتائجنا في الأطر الوطنية على وجه التحديد. فإن كثير من الناس يظن بأنه ليس بحاجة إلى بلورة مفهوم حول ذاته وحول عقائده وحول تشريعاته وحول أعرافه، فبطبيعة الحال ينزل إلى الساحة الوطنية العامة وهو منساق بهذه العاطفة الجياشة نحو الوحدة الوطنية دون النظر إلى مآلات وخطورة هذا التصور، لينتهي به في نهاية المطاف أنه يقابل في الطرف الآخر أصحاب مشروع وأصحاب رؤية وأصحاب تصور وأصحاب نظريات يسوقونه في نهاية المطاف إلى المشروع الذي يؤمنون به. هذه هي خطورة غياب المشروع أو غياب الرؤية والتصور. فباختصار شديد أريد أن أقول بأن أي نهضة لا بد فيها من رؤية كلية تفسر للإنسان وضعه في هذه الأرض، طبيعة وظيفته في الكون، هل له غاية من وراء هذه الحياة أم غايته هي المتع والملذات الدنيوية وهنا تنتهي وآخرها كوم تراب كما يقال، أم أنه هنالك غايات أبعد من هذه اللذة والمتعة الراهنة واللحظية، وهذه الغايات سلفا محددة وفق رؤية معينة أيا كانت هذه الرؤية، وهل له أيضا رؤية وأفق فيما وراء هذه الحياة الدنيوية، بمعنى بعد موته هل له فهم لما وراء هذه الحياة الدنيوية، وما هي طبيعة هذه الرؤية، وهل هنالك حساب وهل هنالك عقاب وهل هنالك مسؤولية وجزاء وجنة ونار. فإن قلنا بكل ذلك يبقى هنالك التساؤل الأكبر، هو ما هي طبيعة تصورك أنت لهذا الوضع. وبالتالي يمكن أن نقول بأن كافة التصورات التي نلاحظها على الأرض تنبع من إطارين كليين. الإطار الأول هو الإطار الديني المرتكز إلى الرؤية الدينية في كل نظرتها للحياة. تؤمن بأن هنالك خالق، وتؤمن بأن هنالك غيب فيه جنة وفيه نار وفيه حساب وفيه يوم آخر وفيه جنة وفيه نار وفيه مسؤولية، وتؤمن بأن هذا الإنسان وجوده على هذه الأرض وفق أيضا فلسفة معينة، وفق رؤية معينة، وفق مهام وظيفية معينة، تترتب هذه الحياة على تصور معين. بالنسبة للرؤية الدينية إن شاء الله هذه سنفرد لها على كل حلقة، لكن يهمنا أن نتصور بأنه بناء على هذا التصور هو ينظر إلى وضعه في الحياة بناء على هذه الرؤية الدينية، ينظر إلى حركته في الحياة أيضا وفق قانون المنح والإباحة. هل مباح له في حركته أم ممنوع من الحركة؟ ما هي المساحات التي يتحرك فيها؟ ما هي المساحات التي لا يتحرك فيها؟ ما هي حدود عقله التي مسموح بها أن يسوح في ساحات الفكر والنظر؟ وما هي المساحات التي لا يستطيع أن يسوح فيها العقل والنظر؟ ما هي المساحات التي يتحرك فيها في إطار الطبيعة؟ هل هي مساحات محدودة أم أنها مساحات حرة وغير محدودة؟ كل ذلك تفسره رؤية دينية. والرؤية الدينية كما سنأتي إن شاء الله إليها بالذات في الإسلام محكومة من خلال كتاب، بمعنى أن هنالك كتاب يعبر عن الرؤية ويعبر عن التصور ويعبر عن المشروع ويعبر عن الحلال والحرام ويعبر عن المنهيات والمباحات ويعبر في نهاية المطاف عن قضايا الجزاء من حيث الثواب والعقاب. هذا على مستوى الرؤية الدينية. فإما أن تكون الحضارة والنهضة منطلقة من رؤية دينية، هذه الرؤية الدينية كما ذكرت هنا أعني بها رؤية منطلقة من كتاب منزل من الله، ورؤية صائبة، ورؤية محورها هو الله وفرعها هو الوجود المادي والإنساني، أو فرعيها هو الوجود المادي والإنساني. وبالتالي سنلاحظ أن الرؤية الدينية ثلاثية الأبعاد. الرؤية الدينية ثلاثية الأبعاد، بمعنى المحور الأول فيها هو الله، المحور الثاني فيها هو الإنسان، المحور الثالث فيها هو الطبيعة والكون، هذا الكون الذي نتحرك منه. وبالتالي كما يقال إن جاز لنا التعبير، الرؤية الدينية تنطلق من جدلية الغيب والإنسان والطبيعة. هذه الثلاثية تتفاعل فيما بينها ضمن منظور عميق جدا له أبعاده الغيبية وله أبعاده في عالم الشهادة، له أبعاد في عالم الغيب وله أبعاد في عالم الشهادة. هذا منظور بطبيعة الحال النهضة التي تنطلق من هذا المنظور الثلاثي ستختلف تماما عن بقية النهضات أو الحضارات التي لا تنطلق من هذا البعد الثلاثي. البعد الثاني أو المحور أو النوع الثاني من أنواع الحضارات أو النهضة التي تسود في هذه البسيطة هو ما يمكن أن نسميه بالرؤية المادية أو الوضعية أيا كانت.
دعني هنا أقول كل ما ليس ديني بالمعنى الصحيح فهو عبارة عن رؤية وضعية. حتى الأديان المحرفة التي دخلت فيها الرؤية البشرية ودخل فيها التأويل البشري ودخلت فيها الفلسفات البشرية وصارت جزء من التركيبة الدينية وجزء من الكتاب المنزل، هذه أيضا عندي ليست رؤية دينية ولكنها رؤية وضعية محرفة، وبالتالي ستدرج عندنا في الإطار الثاني. كونوا معنا بعد قليل إن شاء الله ونعود إليكم. يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إخواني وأخواتي الكرام حول ما كنا نتحدث عنه في قضية التصورات وأهميتها في كل نهضة. ذكرت بأن كل نهضة في هذه الأرض إما أن تقوم على رؤية دينية مبنية على الكتاب المنزل، وهذا باختصار شديد عبرت عنه بأنه عبارة عن تاريخ الرسالات السماوية أو تاريخ الشرائع السماوية، ويعبر عن هذا الإطار في النهضة الرسل من آدم عليه السلام ونوح عليه السلام وختاما بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء هم عبارة عن رواد للنهضة والإصلاح والقوم إلى الله، ويسيرون بالناس إلى خالقهم وفق منظور يبنى على قول الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فإذا هؤلاء يبنون رؤيتهم على ما يعرف بالكتاب المنزل دون تبديل ولا تحريف. المنظور الثاني، وهذا يعبر عن الهداية طبعا، هذا الأول يعبر عن الهداية، أي هدايات السماء لهذا الإنسان على الأرض، بحيث ينطلق في الأرض وفقا لهدايات الله ووفقا للكتالوج الإلهي الذي منحه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، هداية منه سبحانه وتعالى ومنحة من الله عز وجل وإرادة للخير والحق بهذا الإنسان. المنظور الثاني هو المنظور الوضعي البعيد عن الله،
المنبط الصلة عن السماء، الذي ينطلق وفق الهوى ووفق الشهوة ووفق الرغبة ووفق التطلعات والنزعات الإنسانية التي في نهاية المطاف تعبر عن الظلم والجهل، لأن الإنسان بطبيعته يحمل في دواخله الظلم، ويحمل في دواخله الطغيان، ويحمل في دواخله الضعف، ويحمل في دواخله كذلك العدوان إلى غير ذلك. فعلى كل، في اللحظة التي يبتعد فيها الإنسان عن هدايات السماء في تصوره لحركته في الأرض، فإنه بطبيعة الحال سيبنيها على نزغاته ورغباته وتطلعاته وهواه أيا كان، سواء كان فردا أو مجموعة. المجموعة قد تعبر عن هوى جماعي، والفرد قد يعبر عن هوى شخصي وفردي، ولكن في نهاية المطاف ما دام أنه ينطلق وفق رغباته الخاصة فلن نستطيع أن نجزم بأنه ينطلق من الهوى، ولكنه ينطلق من رغباته الخاصة. هذه الرغبات في سبيلها يقاتل ولأجلها يحيا، وفي سبيلها يعيش، وفي سبيلها يقاتل الآخرين أيضا، ويحاول أن يضطهد الآخرين وفقا لمنظوره هو. وبالتالي هنا هذا المنظور الوضعي أو المنظور الأرضي هو الذي لا ينطلق من الدين. ولكن هذا الإطار الثاني الذي لا ينطلق من الدين لا يعني بأنه خالي تماما من أي بقايا من الأديان. يعني الفلسفات المادية مثلا والفلسفات الأرضية أيا كانت، سنلاحظ بأنها تتداخل بطبيعة الحال مع بعض القيم الدينية التي تبقى من الرسالات. فإذا حصل مثلا في اليهودية نوع من التحريف، أو حصل في النصرانية نوع من التحريف، أو حصل في الديانات الشرقية سواء كان صينية أو هندية، لا نستطيع أن نقول بأن هذه الديانات مجردة تماما من أي قيم لها صلة بالأديان. لا، بطبيعة الحال ستبقى، لأن الأديان مؤثرة، ويمكن التاريخ الإنساني يكاد يكون تاريخ أديان. التاريخ البشري كله عبارة عن تاريخ أديان، وبالتالي يمكن أن نجعل الإطار الثاني أحيانا قد يعبر عن نوع من الخليط ما بين الهدى والهوى، ما بين بقايا القيم الفاضلة والأخلاق الطيبة المأخوذة من الأديان، وما بين الهوى المعبر عن نزقات الإنسان وتوهمات الإنسان وتطلعات الإنسان غير المشروعة. أيضا ثالثا يمكن أن نقول بأن كل الفلسفات الأرضية تكاد تبحث عن الإجابات الكبرى، سواء كانت رؤى دينية وتصورات دينية، أو كانت رؤى وضعية ومادية وفلسفات أرضية. يعني كل هذه التي ذكرناها في المحورين، هذه تسعى إلى نهضة من خلال حالة دينية، وهذه تسعى إلى نهضة من خلال حالة دنيوية مادية وضعية. لكن كل هذه الأنواع تسعى للإجابة وجوديا عن التساؤلات الكبرى. هذه التساؤلات الكبرى يعبر عنها البعض بمسألة الكينونة والسيرورة والصيرورة. الكينونة معبر عن حالة الكائن الذي أمامنا، هذا الإنسان، كينونته، ماهيته، طبيعته، سيكولوجيته التي تعتمل في دواخله، تطلعاته مشروعة وغير المشروعة، رغباته، غاياته، أهدافه، هذه كلها تعبر عن الكينونة يعني الإنسان ومكوناته، الكون وطبيعته. هذا الكون الذي نراه أمامنا من سماوات من أرض، ما هي قوانينه، ما هي نظمه، ما هو طبيعته، تركيبته، من أين نشأ وكيف خلق. هذه على كل فيما يتعلق بالكينونة. فتظل الفلسفات كلها والأديان تجيب عن سؤال الكينونة: من نحن؟ ما هذا الوجود؟ هذه مسألة الكينونة. حتى لما تجيب عن قضية ما وراء الغيب، ما هي حقيقة الإله، ما هو تصورنا للإله. وبالتالي في إطار الكينونة سنلاحظ أن الإنسان يعيش بين جدليتين: جدلية الشيء في حقيقته، وعلاقته كذلك بالنسبة لنا. الإنسان بالنسبة لنفسه، والإنسان بالنسبة للآخر، الله بالنسبة لذاته، والله بالنسبة لنا. الطبيعة في ذاتها، والطبيعة كما نراها نحن. فقضية الكينونة على كل يعيش فيها الإنسان جدلية الأنا والآخر، وبالتالي لا يمكن أن نتصور بأن هذين المنظورين، المنظور المادي الوضعي والمنظور الديني، لا يمكن أن نتصور ستكون الإجابات بطبيعة الحال واحدة. فالمنظور المادي مثلا الذي يبنى على الأمر المادي المحسوس، والمنظور الديني الذي يؤمن بأن هنالك شيء ما وراء الغيب
يمكن التعرف عليه بمصادر معرفة معينة، بطبيعة الحال النتيجة ليست واحدة. وبالتالي الحضارة التي ستبنى على هذا النوع من الماهيات أو الكينونات، الكينونة المادية المحضة التي لا تعترف في حقيقتها إلا بالإنسان والمادة الطبيعية باعتبار أنها أمور مرئية، والرؤية التي تعتمد على ثلاثية الله والإنسان والطبيعة، بطبيعة الحال نوع الحضارة التي ستبنيها هاتين المنظومتين ستختلف في جذورها. وهنا لا نتكلم حقيقة عن الأشكال والمظاهر، لأن للأسف الشديد كثير من الذين ربما يتكلمون عن محاولة التقريب ما بين المنظومات ومحاولة التماهي على الأقل في إطار الحالة النفسية والهزيمة التي نعيشها كأمة، هزيمتنا الاقتصادية، هزيمتنا السياسية، هزيمتنا النفسية والفكرية والثقافية. هذه الحالة العامة التي نعيشها من الهزائم المتتالية ولدت عند كثير من الناس محاولة التصور بأن والله الأمور واحدة، وبأن الحضارات واحدة، وبأن المنتجات واحدة، فإذا به يتعامل فقط مع المنتج للحضارات ولا ينظر إلى جذورها وإلى أعماقها، بحيث والله كيف نبعت هذه المظاهر. لأنه نحن نقول بأن هذه المظاهر المادية للحضارات ولكل نهضة ما هي إلا تعبير عن جذور التصورات وجذور الرؤى التي تعتمد عليها هذه الفلسفات. وبالتالي الفلسفات كما ذكرت تريد أن تجيب على التساؤلات الكبرى. فالسؤال الأول هو سؤال الماهية: من نحن؟ ما هذا الوجود؟ ما هو الله؟ هل هنالك إله يعبد؟ هل هنالك إله خلق؟ هل هنالك إله يأمر؟ على كل هذا التساؤل الوجودي الضخم، فالإجابة على هذه التساؤلات بالنفي أو الإيجاب معنية بها كل النهضات وكل الحضارات. السؤال الثاني هو سؤال السيرورة، أي سير الإنسان. وهناك كينونة من كان، وسيرورة من سار، وسيرورة من صار. فنحن أمام الكينونة سؤال الماهية، السيرورة وهي حركة الإنسان ضمن إطار الزمن من لحظة الميلاد أو من لحظة الخلق إلى لحظة الممات، وبالنسبة للوجود الكلي من لحظة الخلق إلى لحظة الهلاك والفناء الكوني. هذا الزمن، هذا الإطار الزمني أيضا وكيفية النظر إليه، وبطبيعة الحال هنا ستختلف كذلك نظرة الناس، لكن كلهم يكادوا يتفقون حول أن الزمن عامل أساسي في الحضارات والنهضة. فالزمن بالنسبة للإطار الديني مهم، والزمن كذلك بالنسبة للإطار المادي مهم. ولكن سنجد أن الفلسفات مثلا ستختلف في إطار نظرتها للزمن، فالبعد الغيبي في الحالة الدينية أوسع من البعد الغيبي في الحالة الدنيوية المادية. فالحضارة المادية مثلا لا تنظر إلى بعد الأزل وبعد الأبد، يعني هي قد تنظر إلى بعد معين في لحظة الانفجار الكوني مثلا، والله لحظة بداية الكون تحاول أن تحسبها ربما بحسابات معينة ووفق الإطار الطبيعي على الأقل الذي وصلته الآن البشرية في العلم التجريبي، تستطيع أن تقول لك والله هذا الكون انطلق من لحظة انفجار كوني، وتحاول أن تحسب هذا الإطار وفق مثلا حسابات معينة لتصل به إلى مليارات السنين، مثلا مليارات السنين التي بدأ منها هذا الكون. ولكنها غالبا ما تغفل عن البعد الأزلي، يعني أو بعد الأبد. إذا كان الأزل هو السابق فالأبد هو اللاحق. فالبعد الأبدي هنا غائب عند الرؤية المادية. بالنسبة للرؤية الدينية فإن بعد الأبد حاضر عندها، وبعد الأبد هنا سنلاحظ بأنه يتوقف عجلة الزمن ضمن حساباتنا الراهنة، وتبقى حالة الكينونة وتنتقل إلى حالة الصيرورة، أي كيف يتحول الكون ما بعد لحظة نفخة الصور، لنتحول بعد ذلك إلى إطار جديد هو إطار الصيرورة، فيبقى عندنا الكينونة والصيرورة. فالشاهد بأن الحركة الدينية تنطلق ضمن إطار الكينونة وإطار السيرورة وإطار الصيرورة. فالصيرورة إذا كانت الصيرورة هي حركة الإنسان ضمن الزمن، وهنا ستدخل عندنا إن شاء الله كما سيأتي قضايا التكاليف الربانية وارتباط هذا الزمن في المنظور الديني، مرتبط هذا الإنسان من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته. هذا الزمن الذي قد يكون 80 أو 100 سنة عند الإنسان يعيشها مسؤول عنه، وبالتالي في هذا الإطار عنده تكاليف، عنده 5 صلوات في اليوم والليلة، عنده شهر في السنة من الصيام، عنده مثلا مال ينفقه في كل عام إذا بلغ النصاب، عنده في العمر مثلا الحج، عنده مجموعة تكاليف يومية على مدار الساعة. فعنصر الزمن يكاد يكون أيضا من العناصر المهمة جدا. كيف يملأ هذا الزمن؟ كيف ستكون سيرورة الإنسان؟ هذا الإطار الثاني الذي تسعى كل الفلسفات كما ذكرت للإجابة عنه. السؤال الثالث أو القضية الثالثة هي سؤال الصيرورة، وهو إلى أين نحن صائرون؟
وإلى أين نتجه؟ وهل هنالك حياة أخروية ما بعد الموت؟ وهل هنالك قبر يعني في داخله الكثير من القضايا التي يمكن أن تتحدث عنها الأديان؟ وهل ما بعد هذا القبر حياة أخروية؟ وهل هنالك بعث؟ وهل هنالك حساب؟ وهل هنالك جنة؟ وهل هنالك نار؟ وهل هنالك لقاء لله سبحانه وتعالى؟ هذا هو ما نسميه بالصيرورة، إلى أين نحن صائرون. والوجود كله بالنسبة للتصور الديني في إطار الكينونة له تفسير، وفي إطار السيرورة له تفسير، وفي إطار الصيرورة له تفسير. كذلك في الحالة المادية الوضعية غير الدينية الكينونة لها تفسير، الإنسان يفسر تفسير معين ويقرأ قراءة معينة، وسنلاحظ بأن تفسير الإنسان في الحالة الدينية يختلف عن تفسير الإنسان في الحالة المادية. فالإنسان هنا في الحالة الدينية هو عبارة عن جسد وروح ونفس وذوق ومجموعة مكونات، فتتعامل معه الحالة الدينية بمجموعة مكوناته وفق التفسير الإلهي الذي خلق الإنسان، لأنه في الحالة الدينية التفسير لطبيعة الإنسان لا تتلقى من داخل الإنسان ولا من طبيعة الطبيعة، لا، يتم تلقي هذه الحالة من التفسير الإلهي لهذا الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنعطى على الأقل مجموعة من المفسرات لطبيعة هذا الإنسان، ومجموعة من المفسرات لطبيعة الطبيعة والكون، وحينها يبدأ الإنسان في تفسير هذا الوجود وتفسير نفسه وعلاقته بالخالق. الحالة المادية بما أنها تستبعد المحور الأول وهو محور الإله، فإنها تتعامل مع الإنسان وتتعامل مع الوجود ببعدين: البعد الإنساني، وتفسره ضمن تفسيرات على كل معينة. تفسر الإنسان بأنه عبارة عن حالة مادية تشبع غرائزه، تشبع رغباته، تشبع تطلعاته، فتحاول أن تسعى له في المأكل، تسعى له في المشرب، وتسعى له في السكن، وتسعى له فيما يؤدي إلى الإسعاد المادي بالنسبة للإنسان، ولكنها تغيب البعد الروحي عنده. لا تحاول أن تتعامل مع البعد الروحي، لأن البعد الروحي عندها غير حاضر أصلا. لا تستطيع أن تتعامل مع الإشباع في هذه الزاوية، وليست لها من الأدوات ما يمكنها من الإجابة عن سؤال الإنسان في بعده الروحي. هذه على كل إحدى مشكلات الحالة المادية في تفسيرها للكينونة الإنسانية. أيضا عندها مشكلة كما ذكرت مع قضية الزمن. في قضية الزمن هي تنظر إلى الزمن باعتباره المساحة التي يعمل فيها الإنسان لإسعاد ذاته ورغباته وتطلعاته، وكسب على الأقل ما يمكن كسبه في إطار صراعه مع الطبيعة، في إطار صراعه مع الطبيعة. هنا طبعا سنلاحظ بأن الفلسفة المادية تقوم على الصراع مع الطبيعة والصراع مع الإنسان، إنسان والإنسان، مثلا الإنسان مع السلطة، الإنسان مع الآخر، فتقوم الحياة كلها على المدافع والصراع الذي لا بد فيه من غالب ومغلوب. أما بالنسبة للتفسير الديني مثلا في التصورات والرؤى لا يقوم على هذا الجانب، فينظر الإنسان بأنه هو بالنسبة لوضعه في الكون هو يتوسط الإله والطبيعة، فهو عبد بالنسبة للإله، والطبيعة مسخرة بالنسبة له. فعلاقته مع الله علاقة عبودية، وعلاقته مع الطبيعة علاقة تسخير واستفادة واستثمار لها في سبيل تحقيق على الأقل علاقته مع الله، تحقيق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إذن باختصار كما ذكرت بأن كل الفلسفات تسعى للإجابة على هذه التساؤلات الكبرى، وهذه التساؤلات إن لم يجب عنها قائد الحضارة أو من يريد أن يقود المجتمع فإنه سيجد نفسه إما أنه قدم إجابات محدودة أو إجابات مجتزأة، أو أنه ساق الناس سوقا إلى حتفهم وهم لا يعرفون إلى أين يتجهون. وبالتالي سؤال الأسئلة الوجودية: من أين جئنا؟ ومن نحن؟ وإلى أين نحن سائرون؟ وما هي علاقتنا بالله؟ وما هي علاقتنا بالطبيعة؟ وما هي علاقتنا ببعضنا البعض؟ وطبيعة هذه العلاقات، ومن يحكمها، ومن يشرع لها، ولمن تخضع في قوانينها ونظمها. هذه التساؤلات الكبرى هي التي حقيقة تشغل الفلاسفة في كل أطرهم، في أطرهم الفلسفية الفكرية، في أطرهم على كل تتفرع بعد ذلك في حياتهم الأخرى، جانب الاقتصادي، جانب السياسي، جانب الاجتماعي، كل ذلك وفقا للتساؤلات حول هذه المسألة على وجه التحديد. نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله، فكونوا معنا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات،
ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعود إن شاء الله لنكمل ما بدأناه في الحديث عن قضية النهضة والتصورات. وذكرنا بأن أي نهضة لا بد فيها من تصور، لا بد فيها من رؤية، وصار الآن ربما كثير من علماء الاستراتيجية على وجه التحديد يركزون حول قضية الرؤية، وكل دولة تحدد لها رؤية، كل جماعة تحدد لها رؤية، كل منظمة خيرية تحدد لها رؤية. والرؤية هي عنده ما يريد أن يصل إليه الإنسان خلال فترة معينة، خلال مدى معين، وهي غالبا ليست مدى قريب يعني أو قصير، يعني قد تتفاوت من 5 سنوات إلى 10 سنوات إلى 20 سنة، إلى خطة ربعية مثلا ربع قرن، 25 عاما، وهكذا. فعلى كل لا بد في أن تكون هنالك رؤية يريد أن يصل إليها الإنسان، لا بد هنالك من أهداف يتطلع إليها الإنسان، لا بد لهذه الأهداف من آليات عمل على الأقل تستطيع أن تتحول من أهداف نظرية إلى خطط وبرامج عملية، وتنتهي بنا في نهاية المطاف إلى أن نحول ما في الذهن والأوراق إلى أن نحوله إلى أشياء ملموسة في الذهن، وهكذا إلى أشياء ملموسة في الواقع. وذكرت بأن كل الحضارات وكل نهضة في هذه الأرض إما أن تقوم على رؤية دينية للحياة، تقوم على محور على 3 محاور: الله والإنسان والطبيعة، وإما على محور ثنائي كما سنأتي إليه إن شاء الله حول المادة أو الطبيعة والإنسان. نقف إن شاء الله قبل أن أدخل إلى مسألة، وهو سيكون تركيزنا حقيقة في برامجنا حول ما نراه من تصور إسلامي للنهضة أو خصائص التصور عموما الإسلامي لمسألة الرؤية الكلية. لكن قبلها دعوني أتكلم عن الحضارة السائدة الآن أمامنا، وهي الحضارة الغربية، باعتبارها الآن هي الحضارة الغالبة، وهي الحضارة المسيطرة والمهيمنة تقريبا من ما يقارب الآن 3 قرون أو يزيد قليلا أو يقل على كل قليلا. ظلت هذه الحضارة على كل تتقلب في منظورها الرؤيوي، أو في إطار التصورات وفي إطار الرؤى في إطار المفاهيم، تتقلب ما بين ثلاثيات محددة أو 3 محاور محددة: محور الدين، ومحور العقل، ومحور الحس. هذه ال3 قضايا تقريبا النهضة الأوروبية التي نراها الآن منذ القرن ال14 الميلادي على وجه التحديد، تقريبا ما يقارب 6 قرون أو 5 قرون تقريبا، ظلت هذه الحضارة تتفاعل في داخلها في محاولة الإبقاء على حالة معينة للتفسير، تفسير هذا الوجود. هل تفسره تفسيرا دينيا؟ هل تفسره تفسيرا عقليا؟ هل تفسره تفسيرا ماديا حسيا؟ ظلت على كل تتفاعل فلسفات هذه الحضارة
وفق هذه الأطر. ويمكن أن نقول بأنها مرت 3 مراحل على النهضة الأوروبية الراهنة، مرت بها وظلت على الأقل يعني تتقلب من حالة إلى حالة في سبيل الوصول إلى الإجابة على التساؤلات الكبرى. وسنلاحظ بأن هذه الثلاثية على وجه التحديد، هذه الثلاثية، ثلاثية الدين والعقل والمادة أو الطبيعة، سنلاحظ بأنها هي نفسها، هذه الثلاثية هي عبارة عن تركيبة ما بين الديانة المسيحية فيما آلت إليه، على الأقل الديانة المسيحية فيما آلت إليه في إطار الكنيسة ومفاهيمها ومراسمها وتأويلاتها وتفسيراتها، بما شكل على الأقل الديانة المسيحية الحالية، وكذلك العقل الفلسفي اليوناني والإغريقي من قديم. يعني الفلسفة اليونانية والفلسفة الإغريقية استصحبت هذه الحضارة، هذا البعد العقلي والفلسفي، وكذلك البعد التجريبي المادي، وهو الذي انتهت إليه على الأقل الحالة المادية الأخيرة في أوروبا. فإذا تشكلت هذه الحضارة من 3 مكونات تتقلب كل مرة واحدة من هذه المكونات، تتقلب بين هذه المكونات ال3، وسنأتي إليها إن شاء الله ضمن هذه المراحل. المرحلة الأولى وهي تقريبا مرحلة القرون الوسطى، ما يسمى في أوروبا بالقرون الوسطى، سادت فيه تقريبا الحالة الدينية أو النص الكنسي، ساد فيها هذا النص الكنسي، النص الديني المعتمد على الرؤية الدينية الكنسية الكاثوليكية، وظلت مهيمنة على الحياة العامة، مهيمنة على الحياة العامة في الشعائر، مهيمنة على الحياة العامة في الضمائر، مهيمنة على الحياة العامة في العقائد، مهيمنة على الحياة العامة في الجوانب العلمية والتفسير الوجودي والتفسير لقضايا الطبيعة، ومهيمنة على الحياة العامة في الاقتصاد، ومهيمنة كذلك على الحياة العامة في السياسة وعلاقة على الأقل المواطنين بالدولة أو علاقتهم بالكنيسة، باعتبار أن الكنيسة نفسها تحولت في نهاية المطاف إلى نوع من السلطة التي ربما فاقت سلطة الملوك. فعلى كل في القرون الوسطى كانت أوروبا تعيش حالة سيادة النص الديني أو المفهوم الديني، وبالتالي ظل الدين هو المهيمن على حياتها العامة. هذا كانت المرحلة الأولى. ثم لاحظنا بأنه في نهايات تقريبا القرن ال15 أو بدايات القرن ال16 ظهرت الحركة التي تسمى بالنهضة أو حركة التصحيح الديني أو حركة الإصلاح الديني في أوروبا، التي قادها مارتن لوثر، هذا الرجل الإصلاحي على الأقل في إطار المنظومة أو الحالة الدينية في أوروبا. وهذا طبعا حاول أن يتمرد على كل المنظومة المفاهيمية للكنيسة الكاثوليكية، فتمرد على قضية التثليث، عقيدة التثليث، وتمرد على قضية صكوك القفران، وتمرد على هيمنة الكنيسة، وتمرد على اعتبارها أنها يعني هي الناطق باسم الله في الأرض، وحاول أن يقول بأن هذه كلها قضايا دخيلة على التصور الديني، واعتمد فكرة الكتاب المقدس، يعني نادى بفكرة الكتاب المقدس بعد تنقيحه، يعني بعد أن أزال ما يعتقده على الأقل بأنه هذه عبارة عن زوائد أدخلت في النص وليست من داخل النص. على كل حالة التجديد الديني هذه يعني وجدت استحسان طبعا بطبيعة الحال لدى كثيرين، وسمى على كل مارتن لوثر في هذه التعاليم الكنسية سماها بتعاليم الشيطان، يعني بدل أن يعني يتصور كما هو الحال عند الكاثوليك بأن والله هذه تعاليم الرحمن، هم تصوروا هكذا، لكن مارتن لوثر قال هذه تعاليم الشيطان، وشن عليها على كل حملة ضخمة جدا، وتبعه في ذلك على كل عدد من الفلاسفة، وخاصة تبعه كالفين الفيلسوف المعروف على ذات النهج. وهنا طبعا تم قبول أو محاولة المزج ما بين الدين، ولكن على أن يكون الدين مقدم والعقل والطبيعة متأخرة، عقل والطبيعة والفلسفة متأخرة، لكن يظل الدين وفق التفسير الذي قدمه على الأقل مارتن لوثر. يعتبر الآن الدين هو في المرحلة الأولى، ولكن أزال منه كثير من الشوائب، أزال منه ما يرى أنه دخيل على التصور الديني المنزل ودخيل على الكتاب نفسه الذي هو الإنجيل. فحاول على كل بغض النظر إلى أي مدى كان مصيبا أو مخطئا، لكن حاول على كل أن يعمل على نوع من الإصلاح الديني في هذا الجانب. جاءت على كل المرحلة الثانية. في هذه المرحلة طبعا كما ذكرت بأن الفلسفة تراجعت أو احتلت مرتبة ثانية وقضية العقل، والطبيعة كذلك، لكن دون أن يتم إلغائها، دون أن يتم إلغاء الفلسفة أو العقل. لكن عموما نستطيع أن نقول بأن هذه المرحلة الأولى هي مرحلة سيادة الدين والنص الذي اعتبره نصا منزلا وفق الإنجيل،
حاول على كل مارتن لوثر أن يعيد إليه حركة المجتمع، فظلت على الأقل أوروبا في عصورها ما بعد العصور الوسطى في القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر، عاشوا مرحلة أيضا تقدم النص الديني والرؤية الدينية في تفسيرها للوجود تحتل أيضا مرتبة متقدمة. سنكمل إن شاء الله في حلقات لاحقة، ولكم منا جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا. ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. بليل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة.